خلينا نعرف الأول إيه هي مكونات الكلوزابيكس أقراص. الكلوزابيكس بينزل بتركيزين، تركيز 25 مللي جرام وال100 مللي جرام، وبيحتوي على مادة فعالة واحدة وهي الكلوزابين، وده دواء من عيلة الاتيبيكال انتيسايكوزس أو من ضمن السكند جنريشن انتيسايكوتيك أو مضادات الذهان من الجيل الثاني، وده نوع من أنواع الأدوية المهدئة للأعصاب اللي بتستخدم في الأساس للتحكم في أعراض السكيزوفرينيا أو مرض الذهان أو انفصام الشخصية، وده مرض من أعراضه الأوهام والهلاوس واضطراب التفكير. مادة الكلوزابين بقى بتوقف عمل بعض مستقبلات النواقل العصبية في الدماغ، زي إيه؟ زي مستقبلات الدوبامين سواء الدي 2 أو الدي 4، وكمان مستقبلات السيروتونين من النوع الثاني سواء ال 5-HT2A أو ال 5-HT2C. ده غير إنها برضو بتوقف عمل بعض المستقبلات التانية زي مثلا مستقبلات الهستامين وغيرها. وعشان تبقى مستوعب الفكرة، فالمستقبلات أو الريسبتورز هي جزيئات موجودة على سطح الخلية العصبية بترتبط مع بعض المواد الكيماوية اللي هي الناقلات العصبية عشان تحفز الخلية على الشغل. الناقلات العصبية دي بقى عبارة عن مواد كيماوية بترتبط بالمستقبلات الموجودة على سطح الخلية العصبية، ومن أمثلة النواقل العصبية الدوبامين، السيروتونين، النورابينفرين، والأستايلكولين، وكمان الهستامين. وعدم توازن كميات المواد دي في الجسم ممكن يؤدي إلى أعراض الفصام. طيب يا دكتور، إيه هي دواعي استعمال الكلوزابيكس أقراص؟ الكلوزابيكس بيستخدم لعلاج الفصام، وبيستخدم الدواء لتخفيف أعراض الذهان اللي بتحصل للناس المصابين بمرض انفصام الشخصية. كمان بيوصف كمنوم لعلاج الأرق. الكلوزابيكس بيساعد على النوم، ولكنه مش الأفضل لعلاج الأرق وتحسين النوم، وفي حاجات تانية أفضل منه. كمان الكلوزابيكس ممكن يوصف لعلاج الإدمان. ممكن يستخدم الدواء في علاج نوبات الفصام كواحد من أعراض الانسحاب الناتجة عن إيقاف بعض المخدرات زي الاستروكس وغيرها. طيب يا دكتور، إيه هي الآثار الجانبية للكلوزابيكس أو إيه هي أضراره؟ مادة الكلوزابين ليها آثار جانبية كتيرة، أهمها انخفاض في ضغط الدم، أعراض الحمى، عدم انتظام لضربات القلب، مشاكل في الجهاز الهضمي زي الإمساك، كمان الغثيان والقيء، الدوخة والصداع والتعرض للإغماء، ممكن يسبب زيادة في الوزن، كمان ممكن يسبب فرط التعرق والرعشة، وكمان الشعور بالتعب والإجهاد. طيب يا دكتور، إيه هي موانع استعمال الكلوزابيكس أو مين الناس اللي ما ينفعش تستخدمه؟ أول حاجة، ممنوع في حالة الحساسية المفرطة لأي مكون من مكوناته. كمان ممنوع في حالة وجود مرض في الكبد، خصوصا لو مصاحبه بعض الأعراض زي الغثيان أو فقدان الشهية أو الصفرة. كمان انسداد الأمعاء نتيجة شلل في عضلات الأمعاء. كمان ممنوع في حالة الإصابة ببعض أمراض الدم زي المايلوبروليفراتيف ديسوردرز أو الأجرانيولوسايتوزس. كمان ممنوع في حالات الصرع غير منضبط. كمان ممنوع في حالة نقص نشاط الجهاز العصبي، وممنوع في حالات الفشل الكلوي. كمان ممنوع في بعض أمراض القلب الشديدة زي التهاب عضلة القلب. طبعا الكلوزابيكس ما ينفعش تاخده إلا تحت الإشراف الطبي. طيب يا دكتور، إيه هي جرعة الكلوزابيكس كمضاد للذهان؟ الجرعة الأولية هي 12.5 مللي جرام مرة واحدة أو مرتين يوميا، وبعد كده بيتم زيادة الجرعة بالتدريج بمعدل 25 مللي جرام ل 50 مللي جرام في اليوم، لحد ما توصل الجرعة اليومية ل 300 مللي جرام إلى 450 مللي جرام خلال أسبوعين. وفي بعض الحالات ممكن نزود لها الجرعة مرة واحدة أسبوعيا أو مرتين أسبوعيا بمعدل 100 مللي جرام، بشرط إن الجرعة اليومية ما تزيدش عن 900 مللي جرام في اليوم. والجرعات دي للمعرفة مش أكتر، الدواء ده لا يوصف إلا تحت الإشراف الطبي فقط. طيب يا دكتور، هل في بدايل بنفس المادة الفعالة للكلوزابيكس؟ أيوة طبعا، أهمها الكلوزابين والليبونكس والميدازيبين والسكيزونكس والزاكلو، واللي يمشي على الكلوزابيكس يمشي عليه.